يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل صباحكم مليان بالرضا والبركه والامل وراحه البال يا رب، اللهم امين. ربنا يجعل نصيبكم من الفرح اكتر. ربنا يسعد قلوبكم ويريح بالكم يا رب، اللهم امين. النهارده كده جايين بروتين حلو جدا ان شاء الله يعجبكم، كمان معانا وصفه غدا حلوه جدا ان شاء الله تستفادوا منها باذن الله. اول حاجه كده طبعا بدات من البلكونه، قلت بقى اهتم بالزرع كده واشجعكم كده وابدا يومنا كده بحاجه خضرة كده ان شاء الله. ربنا يجعل ايامكم كلها خضرة يا رب. طبعا انا كنت ساقيه الزرع قبلها بيوم فكانش محتاج ميه كتير قوي، فحطيت على قد ما انا محتاجه. وبعد كده بقى هبدا الم انا الغسيل. طبعا الغسيل ده كنت نشراه معاكم امبارح او في الفيديو اللي فات. هنا كنت بوريكم دي المدرسه جنبنا، كان وقتها المديره بتزعق للولاد عشان يطلعوا من المدرسه، بس انا طبعا كتمت الصوت فكله راح. هبدا بقى انا بقى الم الغسيل ان شاء الله. هنا بقى الولاد كانوا طالعين من المدرسه، كنا حوالي الساعه 1 الظهر. رجعوني كده الايام زمان، بس طبعا هنا كانوا بيتخانقوا كده لابسين الشنط على بطنهم وقاعدين بيضربوا في بعض. منظرهم بصراحه كان بيضحك جدا، فقعدت كده اتفرج عليهم كتير. على فكره قعدوا اكتر من نص ساعه في الشارع، فانا كده خدت لقطه كده منهم. بعد كده بقى طبعا الغسيل بتاعت لما هدخله وهجيب تاني غسيل، اصلا كنت انا غسلاه عشان يتنشر. آه، مفيش راحة، كل يوم غسيل، اغسلي وانشري ولمي وطبقي، اغسلي وانشري ولمي وطبقي. والحمد لله. فهنا بقى هنشر انا بقى الغسيل اللي كان موجود معانا بقى، كان فوط بقى وهدوم شغل بتاع جوزي وعلى هدومي على شوية هدوم للولاد، وهكذا بقى نشرتهم انا. وبعد كده هبدأ بقى ايه اقفل الستاير تاني وادخل بقى اشوف بقيت يومي عامل ازاي. طبعا كان في حاجات كتير طبعا بس ما صورتهاش. طبعا هنا الزرع عايز اقولك كل ما الهوا يحركه بيدي ريحه حلوه قوي، حتى انت لو مسكتيه او حركتيه بايدك كده بيديكي ريحه حلوه برضو. بس يا بابا بس كده خلاص بقى كده هندخل بقى هشيش الباب، هوربه كده او هشنكله على حسب ما انتوا بتقولوا. وبعد كده هدخل بقى المطبخ، كان عندي سمك طبعا اول حاجه نضفتها بس ما جبتش التنظيف معاكم، وهبدا بقى ان انا اغسله. وبعد ما اغسله طبعا لازم الصمار اللي جواه ده لازم يتغسل كويس جدا، فمحتاجه ايد الاتنين. فهبدا بقى اغسله زي ما انتم شايفين كده، كان بالشكل القمر ده. نضفته كويس جدا طبعا، متركزوش على الرخامه لان مكنتش لسه عملت اي حاجه في المطبخ. وبعد كده بقى هعمله تتبيله عباره عن توم وملح. طبعا انا كنت مستعجله جدا لان النور كان هيقطع، كنا حوالي الساعه 2:30. اصلا النور هيقطع وانا شغاله في الغدا، لان النور بيقطع عندي 3 بيجي 6، النظام الجديد يعني. فبعد كده بقى كنت بحاول اجري على نفسي بحيث ان انجز اي حاجه قبل النور ما يقطع، والحمد لله انجزت نص الشغل والنور قاطع. هنا بقى كنت تبلته بتوم وملح وفلفل. وبعد كده عملته في دقيق مع عليه شويه كركم، معلقه كركم كده. وبعد كده هقليه في مقليه السمك واسيبه يتقلب براحته، هقليه كانك هتاكليه سمك مقلي عادي خالص. وبعد كده بقى جبت صينيه قطعت فيها بصله شرايح كده زي ما انتم شايفين. اول ما هتدبل معايا هنزل ببقيه التتبيله بتاعه السمك اللي انا كنت عاملاها، اللي هي عباره عن كمون ملح ثوم فلفل، فلفل اخضر عادي جدا. وبعد كده هنزل بهم بقى. اتفرجي بقى على الريحه وشم الريحه. انا ما كترت الزيت طبعا لان السمك هيبقى مقلي، فبالتالي انا مش هنشفه او مش هصفيه على مناديل، فهيبقى فيه زيت طبعا. تمام، فخدوا بالكم من الحته دي. وبعد كده بقى هفضل الوح فيها لحد ما تديني اللون الذهبي. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي. طبعا اول حاجه عملتها اول ما صحيت ان ضربت الطماطم عشان خاطر النور بيقطع. اي اكله عندي فيها طماطم باي حاجه محتاجه خلاط بعملها قبل النور ما يقطع. بعد كده خلاص انا السمك خلاص قرب يخلص، ما كانش فاضل معايا غير سمكه واحده في المقلايه. وهنا السمك كان ما شاء الله لونه حلو جدا. كان هنا وقتها بقى النور قطع. وهنا الصلصه خلاص كانت داخله في التسبيكه. خلاص اول ما تتسبك معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل بقى بالسمك. طبعا انا كنت حطيت لها معلقه من البابريكا عشان خاطر الطماطم ما كانتش حمرا قوي. حطيت توم باودر وبصل باودر وفلفل، سنه من الفلفل الاسمر، شويه كزبره، شويه كمون. ظبطت الملح بتاعها وبس كده. هحط بقى السمك بتاعي هرصه، وبعد ما هرصه هسيبه ياخد كده غلوتين. وبعد كده هطفي وهدخله الفرن. وللامانه انا كنت زودتها كوبايه ميه عشان الصلصه بتاعتها ما تنشفش مني. انا محتاجه فيها شويه صوص عشان الولاد. وطبعا كان عندي شويه فلفل في التلاجة. طبعا بعد ما كنت هغطي كده وقلت خلاص اللي افتكرتهم وقمت جايباهم وحطاهم على وش الصينيه كده. دي شطه بارده مش حاميه ولا اي حاجه. وبعد كده خلاص كنت دخلتها الفرن، خدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده تحت الشوايه بس. طبعا التسبيكه معانا كانت جاهزه والسمك مستوي، مش محتاجه مني غير ان هي تاخد بس تشميعه في الفرن.
هنا وقتها بعد 3 ساعات طبعا كان النور جه، ونبدا بقى نجهز الغدا عشان نتغدى على ما احمد جه من درسه، على ما خلصنا والكلام ده كله. عملت انا جنبها رز ابيض بس وشويه مخلل، ما عملتش اي حاجه تانية. طبعا ده الصوص حطيته في طبق لوحده، حطيت كده بكل فرد سمكه لوحده في طبق. بس كده ده كان غدا النهارده، وده كان روتين النهارده. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى كمان تكونوا استفدتم. خلاص دخلنا في الشتاء بقى، خلاص بقى اكلات شتويه بقى، صينيه سمك بالصلصه، محاشي كتير بقى. طول ما في شتاء في محاشي، هتعملي محشي كل يوم، محشي بقى وملوخيه باميه. الشتا بيحب الاكلات دي جدا، ويعتبر الاكله بتاع النهارده دي من الاكلات الشتويه. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يكون روتين النهارده خفيف عليكم، واتمنى اكون كده وجودي خفيف عليكم. بحبكم في الله، مع السلامه.